السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكيد بالمقدمة اللي شفتوها تكونوا عرفتوا واش راح ندير نهار اليوم. إن شاء الله راح نديرو الحميس ولا سليطة ولا كما يقولوا بقبيلية ثركوشت. بعد ما شفتوني غسلت الفلفل الحار وشويته ونقيته. دوكا نجي نقطعو عشوائي ماشي صغير، لاني انا عندي طريقتي الخاصه باش ندير الحميس. معليش نقطعو كبير. هنا واش ندير، نجيب مهراس، عندي هذا المهراس تاع الحطب، ونبدا باش نقولوا نهرس فيه. راح يجي الشكل تاعو شباب بزاف، ماشي كما كنقطعوه مربعات ولا كنرحيوه بالروبو. وما بين ما راني ندرس في الفلفل، نجيب هنا مقله وندير فيها زيت الزيتون حوالي 2 مغارف ولا 3، ونحط عليها طماطيش يعني حار حتى يشرق. نحط عليها طماطيش حبه كبيره اللي كنت قشرتها وقطعتها، نقطعها ثاني كبيره. بعد نخليها طيب. الطماطيش ما ترحيوهاش، الطماطيش قطعوها هكذا باش تبان في الحميس، ما تطلقش ثاني الماء تاعها بزاف. اذا نحطها طيب ونديرها شويه ملح، ونعاود نولي نكمل ندرس الفلفل. نكمل مع الفلفل تاعي. الطماطيش ديروا على حساب الكميه تاع الفلفل. الا عندكم بزاف الحار ديروا طماطيش ثاني كثره، الا كان عندكم شويه ما تكثروش. والحميس ماشي مليح كي يجي فيه بزاف طماطيش، يجي قارص. فرغ الكميه الاولى، نزيد الباقي. الحميس من الوصفات التقليديه اللي ما نقدروش نستغناو عليها، يعني لا في اكلاتنا اليوميه ولا كي يكونوا عندنا هكذا عرضه للضيوف ولا حتى في الاعراس. يعني نديروها، الناس راهي دير في الاعراس تاعها راهي دير الحميس. بعد ما كملت كميه ثانيه درستها، نخلي طماطيش تاعي حتى طيب وتشرب هذاك الماء اللي فيها. نروح نحط عليها هذا الفلفل باش يزيد يطيب معاها شويه، ماشي مده طويله، واحد 4 دقائق ولا 5 دقائق، ويكون الحميس تاعنا واجد. شوفوا كيفاش يجي كي ندرسوه، شوفوا كيفاش يجي، ماشي كما كنقطعوه ونديروه مع الطماطيش، وماشي كما نرحيوه في الروبو. هذه احسن طريقه باش ديروا الحميس. انا نروح نكمل طياب تاع الطماطيش وندير لها الفلفل، ونتلاقى فيما بعد. ندير على الطماطيش الملح، ونخليها طيب.
الطوماطيش بعد ما شربت الماء تاعها نزيد عليها الحار اللي كنت درستو، نخلطها. شوفوا تناسق الالوان الاخضر مع الاحمر، والطعم ان شاء الله كي تجربوه تشوفوا الطعم تاعو كيفاش داير. رغم ان على بالي بليك حنا المائده الجزائريه ما يعني ما كاش مائده ما عندهاش، ما ديرش ما كاش اسره جزائريه ما ديرش الحميس هكذا. ونخليه حوالي هكذاك 4 دقائق. وقبل هذاك نملحو، قبيله ملحت الطوماطيش دوكا نملح طرشي بليتو الحار نخلطو. ونتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله. الحميس ولا ثركوش راهي واجده معانا، راكم تشوفوا كيفاش جات. قدمتها في طبق تقليدي وفوق الفوطه قبائليه، وكنت درت عليها زيت زيتون ونزيد لها شويه من الفوق. طبق يشهي، نتمنى انكم تجربوه على طريقتي، ونقولكم الى وصفه واحده اخرى باذن الله. تهلاو في روحتيكم وتهلاو في صحيحتكم. راس النظن ان شاء الله تمني غاول لهنا الخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.